السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ على خير الحمد لله. كيف كتشوفوا هنايا عندي دجاجه بطاطا مقليه كتجي كتحمق ولا اروع. طلبوها لي العديد من المتتبعات ديالي، قالوا لي عملنا الشي ديالنا دا زمان. المهم الماكله ديالنا التطوانيه اللي كنعملوها حنايا. قلت لهم طبعا ما نرفض لهمش الطلب ديالهم. صافي غادي نحتاجوا لهاد الوصفه البصله والثومه. من بعد ما كنقشروها طبعا ونقطعوها. بغيتو تقطقوها غير بيدكم تقطقوها، بغيتو عملوها في شي غوبو عملوها. انا كنعملوها في الغوبو باش كنسهل عليا المأموريه. صافي عملتهم هنايا هي والثومه وصافي. من بعد ما كيطقطقوا صافي كنعملوا الطنجره ديالنا الساعه، كنعملوا فيها نقيطه زيت الزيتون ونقيطه الزيت عاديه والتوابل اللي هي ملاح والابزار والزعفران. ودا حبيتو زيدوا واحد شويه ديال الكنور زيدوه، ما هذاك فاكولتاتيف. اذا عملتو غير اللي قاموا مليحه وشي ديالها في القياس ديالها راه هي مزيانه. صافي كنسيبوا الدجاج ديالنا كنخليهم يتعرقوا مزيان. ملي كيتعرقوا كنزيدوا واحد نقيطه د الماء، ماشي بزاف، عملوها شويه د الماء. باش كتزيد ديك الدجاجه كتزيد تعبي ديك اللذه، كتزيد اللذاذ. صافي بعد ما كنخلطوها هكذا كنمرقوها. صافي كنعملوها طيب ديك ثلث ساعه. من بعد ما كتوجد كنرجع على الطريقه هذه. انا بالعاني خليتها تحمرت في القاع باش عطات هذا المنظر الرائع. صافي كندوزو البطاطا ديالنا كنقليوها، بعد ما كنقطعوها ونقشروها ونقطعوها ونعملوها في المقله الثقله وصافي. الطبق ديالنا هو وجد. كنتمنى الوصفه ديالي تكون نالت الاعجاب ديالكم. جربوها ما غادي تندموش، وغتكون عندكم معتمده ان شاء الله. بالصحه والعافيه.